يا مساء الفل ويا صباح الفل على حسب ما الفيديو هينزل له. النهارده هنتكلم عن الصلاية تاني، بس هنتكلم عن جزء مهم فعلا فيها، وهو موكب النصر اللي الملك ماشي فيه ولابس التاج الأحمر. قدامه طبعا زي ما احنا عارفين حملة الألوية، ووراه كان حامل الصندل اللي هو واقف هنا لوحده ده. هنا بقى هنقف عشان نشوف عظمة الأجداد. المنظر ده بيدل على إننا أول شعب متحضر ارتدى الأحذية. واستخدام الأحذية في مصر القديمة كان من قديم الأزل، وكان شائع جدا جدا يمكن من عصر ما قبل الأسرات. لكن أول منظر نشوفه كان متسجل كان على الصلاية للملك نعرمر مؤسس أولى الأسرات. في الوقت ده المصريين استخدموا القش والقصب في صناعة الأحذية زي الصور اللي موجودة هنا ديت، وبعد كده أضافوا لها الجلود. طبعا زي ما احنا عارفين واخدين بالنا جدا جدا إن الملك هنا كان خالع حذائه، وده بيدل على إنه داخل مكان مقدس أو طاهر، وده بيحمل في معناه إن أرض مصر كلها طاهرة. قولولي بقى، كنتوا تعرفوا إن المصري القديم استخدم الأحذية من زمان قوي كده ولا لأ؟